ما خليت سبوق انت فيها اليوم. سهيل وامين ما ياخذون كل الاخوان، وايدين محصلين ماده اكثر عن سهيل وما سوى شيء. في كلاسيكو يستوي، اذا امين طلع او برغش طلع تخيل انت شوط بس امين فيه، ما في منافس. استراتيجيه امين اليوم اكتسح الساحه السعوديه، ند الشبالها يد نعم. بديت ب4-5 طيور، من اشتراهن؟ امين للاولويه. تعبي اللي اشتغلت عليه كيف مالي حصه فيها انك تضرب علي 90,000 زياده. عندي زباين خاصين، ما بيبى بدي واحد تو داش عندي ويبى عين الطيور. رميزان للمصفطيه وبرغش للمصفطيه، من يقول لك ما انا بالمصفطيه؟ يعني سالم يجهز طيره من وقت. الموجود موجود، واللي مات مات، واللي انكسر انكسر، بس الصفوه اخر شيء. اللي يجيب الرمز واحد، انا اشتري برا على نفسي، الطيوري اشوف فن وربعي ياخذونه. هذا ناموسي. الهنجر عندي شوفي ما في ند الشباب، انا في التوب 3. ادخل الميدان وياي طالع وين ادخل الرمز، انا ما ادخل نقدي ما نقدي. ثابت من 5 سنين انا ثابت موجود. حزم انا موجود، والمنافسه ان شاء الله بتكون شرسه، وما بنرضى الا بالاول ان شاء الله. سهيل بن طراف أحد الصقارين في دولة الإمارات، أملك مزرعة ند الشبه للصقور بن طراف. في الإنتاج من تقريبا 96، ولكن كصقار من أنا صغير ويا الوالد والإخوان، من ربيت وأنا وياي أطير. أنا أروح عندي روح التنافس، وهي روح التنافس هي اللي تخليني أبى أبذل جهدي وأكون رقم 1 عالميا. وصعبة جدا، ولكن أنت أول شيء تطالع شو المنافس اللي وياك كصقار وكمزرعة. اليوم أنا الطيور اللي عندي وأشارك بها هي النخبة اللي أبغى أدخلها عندي في المزرعة. هذا أساسي، أنا أشارك ونافس وأفوز وانتج منهن. نفس الإبل ونفس الخيل، فبنوك الإنتاج هي هدفي أنا اليوم، والحمد لله هي هالبنوك اللي الشباب يشتروا منها وينجزون منها. أنا أقول اليوم المنافسة اللي صارت نفس الفورمولا 1، أجزاء ثانية اللي تفرق الأول من الثاني، يعني صارت احتراف لا يصدق من صقاقير، من الأنظمة، من الأجهزة، من المنظمين، والشفافية اللي صايرة اليوم، يعني لايف والأرقام. أنا أشجع الكرة وأحب طال عمرك يوم أشوف إذا في دوري في فريقين يتنافسن، يعني مثلا اسبانيا برشلونة وريال مدريد، في كلاسيكو يستوي. واليوم بدأت تشوف الكلاسيكو هاي تستوي في السعودية، وخاص في المحترفين. الملاك بعدها ما استوى، أما المحترفين مبينة واضحة جدا. وتبغي الصدق حتى نحن من ندعى طيورنا في الإمارات مشغلين نطالع الشوط السعودي، يعني في روح تنافسية قوية جدا. يعني الجمهور الإماراتي اللي يتابع الشوط السعودي يعني ما تصور ايش كثر الجمهور الموجود حاليا. اذا امين طلع او برغش طلع تخيل انت شوط بس امين فيه، ما في منافس، او برغش موجود ما في منافس. منو اللي بينافس؟ ما لها لذة. احنا ملحقين عندنا عشان نصدرها برا، خلنا بقعاتنا طال عمرك وخلنا ننافس بعض. صحيح بندخل بفريق ند الشبه في المحترفين ان شاء الله، ونطمح في المثلث والاول ان شاء الله. وان شاء الله ان الرموز عندنا وجاهزين، مشترياتنا طيبة، أدائنا طيب، الفريق متكامل. يعني من 6-7 سنين ونحن نشتغل في السعودية يعني كفريق بأسامي ثانية، وما دخلت شخصيا لأن كان تركيزي على المزرعة أكثر عن السعودية. اليوم الحمد لله كطيور تكفي المشاركين، وأقدر أنا أدخل باسم ند الشبه اليوم. السبب طال عمرك يكون الشور في دبي وفي السعودية في نفس اللحظة. ملهم اليوم بتكون على نفس الوقت، ولكن ابوظبي ترى ألغى وكم من شوط، فاليوم فيه وقت أنك تقدر تجهز حق السعودية، لأن تجهيز السعودية الفيلق كامل لازم يتحرك، ما ترى مسوي أجزاء، يا تدخل بقوة كاملة أو لا تدخل، وهيدين نكون جاهزين. يا أخي ما باخذ فرصتي فرصة غيري. اليوم طال عمرك إذا طلع السعودية وشو سوت الحين، يعني العام الماضي ما خلت السعودية يطلع،
ما شاء الله عليكم كل أسبوع عندكم بطولة في منطقة. فالسعودي قال لك أنا ما أحتاج أروح الإمارات أو قطر أو البحرين. أنا كسهيل كمزرعة أول ما استهدفت أي مزرعة استهدفت مارا رقم 1 في العالم، فما طلعت المزارع الثانية. ليش لا؟ الاستهداف شو كان أول ما بدأ أمين؟ ترى قبل ما بدأ أمين كان منافس مش شرس، منافس عادي. استراتيجية أمين اليوم اكتسح الساحة السعودية في استراتيجية وراها، مش عشوائي. ندي الشبالها يد نعم. بديت ب4-5 طيور قبل 6-7 سنين. من اشتراهن؟ أمين. اليوم أنتج 300-400 طير. أمين للأولوية طبيعي. أنا كبرت وياه. إذا حد منافس غيري يقدر زنده بيشله، زندية هي. بعطيك إياها أنا من الآخر. الطير إذا كلفك 5000 تبغي تبيعه ب500. الإنسان العادي يوم يشتري، هل هذا ثري أنت تشوفه؟ أنت يا المنتج تسوي فلوسك. أنت مو بلازم تسوي أرقام فلكية. الإنسان يكون منطقي. أنت تبغي قليل دائم أو ضربة وضربتين، ضربة معلم نفس ما يقولون. اليوم السوق هذا أنا أشتغل فيه من 99. هذه الأسعار اليوم هي اللي كانت 99. الناس ما تبغي ترد على الأيام القبلية، يبغي كل سنة يزيد 5000 6000. بعطيك مثال، أنا اليوم اشتريت طير، اشتريته ب10,000. السنة الجاية أنجز يا برمز عندك، جيت تبغى تشتري أخوه قال لك ب100,000. أنت كصقار شو تقول له؟ كيف أنا العام شارينه ب10,000؟ تعبي اللي اشتغلت عليه واشتغلت واجتهدت وطلعت المزرعة، كيف مالي حصة فيها أنك تضرب علي 90,000 زيادة؟ ما غير منطقي. أنا كسهيل ما أرضاها في نفسي. أنا كصقار بغض النظر عندي خير ولا ما عندي خير، الخير من الله. ولكن اليوم أول شيء السمعة والكواليتي. إذا ما في جودة لا تعب عمرك. الطير راح يبيع نفسه، الطير الطيب يبيع نفسه. عندي زباين خاصين وكل مزرعة لهم زباين خاصين يشترون طيور أكثر. وثاني شيء اشتغلوا وياي من 6-7 سنين. اللي اشتغلوا وياي قبل 6-7 سنين ما بيبقى بدي واحد تو داش عندي ويبقى عين الطيور. أنا ما أقول له تشتري عندي، ولكن في مزارع وايدة أنا ما أقدر أدخل فيها. مثلا أنا سهيل ما أقدر أدخل فيها. اليوم أنت إذا نجحت مثلا أي مزرعة وفقيه استوى في هاي المزرعة، مو مشكلة، بركز على هالمزرعة. نعم باخذ 10% من مكان ثاني بجرب حظي، بس 90% تركيزي على هالمزرعة. أنا ما أخذ من طيوري، أشتري من كذا مكان، بس عندي مزارع معينة أشتغل معاها، أخذ النقوتي اللي أباها وأطلع الطيور اللي تيوز لي وخطوط اللي أباها للمستقبل. رميزان للمصفطية وبرغش للمصفطية. منو يقول لك ما أنا من المصفطية؟ لا طالع منو أول ومنو ثاني. أنا أتكلم عن، أنت تتكلم عن تصفط المنو. مثلا بعطيك رميزان ما سبق بند الشبع؟ لا. الجوكر مش ند الشبع؟ لا. وايد طيور تراها موجودة ند الشبع. وأنا اليوم في الثلاثة المثلث في الإمارات محترف وأشتري وكل حد يعرفني إني أشتري، ولكن ما بلي النقوة الأولى. كلهم إخوان وكلهم لهم طيورهم الخاصة. أنا قايل لك سهيل، يعني أنا بكون واضح وياك. سهيل اليوم عندي طير واحد اشتغل وياي وأمين، هذا الاثنين اشتغلوا وياي. آخر السنين بتقول اسمح لي أنا بدخل حد غيرك؟ أنا مرضاها على نفسي، أنا مخاونهم عبارة. بعطيك كلمة وحطها في بالك، سهيل وأمين ما ياخذون كل الإخوان. سهيل وأمين ما ياخذون كل الإخوان. الإخوان وايد تطلع وتنجز، وفي خطوط جديدة كل سنة تدخل. أنا كل سنة كنسل من 7 إلى 10 شواهين كل سنة. أنا أقول لك سهيل كفو، فريق قوي، فريق شرس. أنت طلع على مدى، أنت لا طلع فريق في موسم واحد، طلع على مدى 4-5 مواسم. ما شاء الله محقق كم رمز وايدين محصلين مادة أكثر عن سهيل وما سوى شيء. سالم طال عمرك بطل. يعني سالم يجهز طيره من وقت، أنا ما أجهز طيري من وقت. أنا اللي أنا أخلص طيوري أرتب الناس بعد، لأن نفس الفريق اللي هو جالس يجهز الطيور ويبيعهن على الناس، هم بعد ما نخلص نبدأ نشتغل نربب. يعني أنا بدأت أربيب 5-8، الناس قدعت ووصلت 50 و60، أنا بعدني ما شلي الطير فوق 300، يمكن النص. في مزارع تكنسيله أكثر عن 50%. الموجود موجود، واللي مات واللي انكسر. بس الصفوة آخر شيء اللي يجيب الرمز واحد. لحظة، أنا إذا شليت نخبة طيوري أنت بتي تشتري عقب؟ أنت كصقار بتقول لا ياخذ عينهن ويبيع لنا التعبانات، عينها أباها هني في الشاشة. هذا ناموسي. أنا اليوم شاري هني ومن كم من يوم شاري في المزاد. ليش أشتري أنا برا؟ أنا أشتري برا على نفسي. الطيوري أشوف فن والربع يأخذونه، الربع كلهم فرحت 3 أضعاف، لأن النجاح اللي وصلت اليوم
مش النجاح اني على ايدي انا. طيرين عند امين وطير عند ابو خليف. امين جاب اول وثاني وتنومس وانا تنومست، وابو خليف جاب الثالث وتنومس وانا تنومست. تعال شوف الهنجر عندي، شوفي ما في ند الشباب. هاي ثقتي في المزرعه. انا البارح جيت وقلت امر بيع من اول المزاد، يعني السعوديه مش عشان يرد الامارات، لان عندي ثقه في طيوري. اول شيء انا عندي 3 بريدريه وعندي ارضين، ارض وحده 2 بريدريه عليها اللي هي الاكبر، الاصغر فيها بريدر واحد، ولكن المنهج واحد والدم واحد. والثلاث الطيور اللي تشوفهم انت طير واحد من مزرعه وطيرين من مزرعه. نادي شباب كفايه. انت اليوم تحصل الجوده ما تحصل المنطقه. المشكله في بريطانيا مش نفس السعوديه كيلو في كيلو تحصل. يلا تحصل لك 100%. اذا حصلت 100% نعمه، انت من اكبر المزارع. ناس تنتج في بيوتهم داخل مساحات جدا ضيقه. يعني شو تتكلم انت 10 متر في 10 متر يحط لك 20 حجره. شايف لين اليوم الحين يدورون كل سنه يشترون دمه. انا طال عمرك جالس انا في سبحانيتي. انا ترى في السناحي يوني شباب برز وميلس عادي، سناحي مزعج. دخل ريال قال لي بدع طيري، دعاه الصلاة على النبي. يمكن ثالث يوم او ثاني يوم نقع الطير بيور ينقع. تقول جير شاهين. قلت له بتبيع؟ قال نعم ببيع. قال ببيع يوم بوصل 300. قلت له خلاص حط شيكك اللي تبغاه، تراني شارنا. الطير ما يلف لا يمين ولا يسار. قال تم. يوم وصلت 300 جاب الطير. قلت له جاهز؟ قال لي جاهز. وعندي هذاك اليوم هود ماخذ الرمز. هود فرقته ب3 أجزاء وشريت 1,000,000. وشاي ماكو في بريطانيا وعياله محجوزات ان شاء الله. المين؟ الشباب وايدين والطيور بتوزع. انا في التوب 3. وقال لك انا ما في التوب 3. ادخل الميدان وياي طالع وين ادخل الرمز. انا ما ادخل نقدي ما نقدي. طيوري اللي انقيها كلها من رموز. اذا ما الرمز برا. فريق دبي، سيف حريز، سالم مذكر، الفرسان. ما في توب 3، لان انت تدخل في الميدان في الامارات عندك كل واحد داش الرمز احسب له 1000 حساب. والشباب القطريين يوم يدخلون عندنا هاكم ينافسون. فانت اي واحد محضر في الرمز بطل. حط في بالك هالشيء. كلهم ابطال. وطالع دوم انت الاسامي اللي في الرمز 7-8 اسامي هم نفسهم. مدربين عندك بطي موجود، سيف حريز موجود، حمد بن نواس موجود، العرجاني موجود، العسيري موجود، سالم مذكر موجود، خلفان بطي موجود. يتحركون هذه الثلاثة كلهم في التوب 3. أنا ثابت من 5 سنين. أنا ثابت موجود. التوب 3 عندنا في الإمارات مش ثابت نفس السعودية. أنت تقول لي أمين وبرقش ومرميزان أسامي معروفة. نحن عندنا أفرقة قوية جدا جدا. يعني أنا أعطيك إياها من الآخر. أنت إذا تدخل السناح ما تدري إذا بتدخل أول ولا أخير. من الآخر تطور ملحوظ، والحمد لله كل سنة بسنة يتطور. وتعديلات اللي تحتاجها تستوي. تجهيزات موجودة يعني على مستوى عالي جدا. ما قد شفت مشارك يا ومو براضي. يعني راضين الحمد لله. أنا رضيت هني ورضيت في العلا ما شاء الله. في الجير شاهين سالم وبطي في الجيرات وفريق الفرسان. يعني الجيرات والقراميش وسيف حريز. هذه الثلاثة خطيرين. ما خليت سبوق أنت فيها اليوم. يسمونه ضغط عالي هذا. تحزموا. أنا موجود والمنافسة إن شاء الله بتكون شرسة. برنامج طيب ولكن خليك بدون سبوق، لأن فريق نادي الشبا جاي وما بنرضى إلا بالأول إن شاء الله.